اهلا بيكم مع اخبار النادي الاهلي اليوم. خبرنا الاول: بيرسي تاو ينافس ثنائي بيراميدز وصن داونز على جائزة افضل لاعب داخل افريقيا ويقترب من الحصول عليها. اعلن الكاف عن القائمة المختصرة للاعبين المرشحين لجائزة الافضل داخل افريقيا. تواجد بيرسي تاو بالاضافة الى مهاجم نادي صن داونز بيتر شالوليلي، وايضا مهاجم نادي بيراميدز الحالي ويانج افريكانز التنزاني السابق فيستون مايلي. خبرنا الثاني: محمد الشناوي ينافس بونو وأونانا على جائزة افضل حارس في افريقيا. اعلن الاتحاد الافريقي عن القائمة المختصرة لافضل حارس مرمى في افريقيا. تواجد الثلاثي حارس مرمى النادي الاهلي محمد الشناوي بالاضافة الى حارس مرمى الهلال السعودي ياسين بونو، فضلا عن تواجد حارس المانيو أندري أونانا. خبرنا الثالث: الأهلي ينافس على جائزة أفضل نادي في أفريقيا لعام 2023. أعلن الكاف عن القائمة المختصرة والتي من المقرر أن يتم اختيار منها أفضل نادي في القارة السمراء عن عام 2023. ينافس النادي الأهلي صن داونز والوداد المغربي. خبرنا الرابع: استبعاد كولر من القائمة النهائية لأفضل مدرب داخل أفريقيا. أعلن الكاف عن القائمة النهائية المختصرة لجائزة أفضل مدرب داخل أفريقيا. شهدت تواجد الثلاثي وليد الركراكي مدرب المغرب، اليو سيسي مدرب منتخب السنغال، والجزائري عبد الحق بن شيخة مدرب اتحاد العاصمة الجزائري السابق، فضلا عن سيمبا الحالي. خبرنا الخامس: أحمد شوبير يكشف عن موقف عبد المنعم من المشاركة أمام بلوزداد. أكد شوبير على أن عبد المنعم بنسبة كبيرة مش هيشارك في لقاء شباب بلوزداد حتى ولو جاهز بنسبة 100%، لأن كولر عاوز يديله راحة قبل كاس العالم للأندية. من الوارد يكون في القائمة ولكنه لن يبدأ أساسي.